هاي شاركس، أنا ندى أنيب، عندي 24 سنة، والنهاردة جاي أعرض عليكم 20% من شركتي فويا دنن. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شرح تانك. هنتكلم عن الحلقة العاشرة من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا يوفوريا، شركة متخصصة في صناعة البنطلون الجينز الحريمي. أيوة بالظبط كده زي ما سمعت، البنطلون الجينز الحريمي، بس مش أي هدوم تانية. مش بس كده، المقاسات الكبيرة ابتداء من 34 لحد 54. ندى عندها 24 سنة بس، الشركة شغالة بقالها 12 شهر. قدرت خلال المدة دي انها تعمل بداية براند وتحقق مبيعات بحوالي 5 مليون جنيه. ندى كانت جاية وطالبة 3 مليون جنيه مقابل 20% من الشركة، يعني مقيمة شركتها ب 15 مليون جنيه. خلال الفترة دي الشركة قدرت تعمل حوالي 65 ألف أوردر، وبتحقق جروس بروفيت 48% ونت بروفيت 44%. طبعا الفرق بين الجروس والنت هنا قليل قوي، لان تقريبا ندى شغاله لوحدها وبتصنع لدى الغير، ومعاها باين حد تاني او 2 امبلويز تانيين، فمفيش اكسبنسز قوي، فعشان كده الارقام دي قليله. وحتى محمد فاروق قال لها خدي بالك لما الدنيا تكبر معاكي ما تتوقعيش انك هتعملي نت 44، الرقم ده هينزل لحوالي 20 25، وده منطقي جدا. كان واضح عليها انها متوتره شويتين برضو، ده بحكم السن ورهبه المكان، وانها اول مره تتكلم قدام شاركس بالشكل دوت. وعرضت وقالت ان الجينز بتاعها 100% قطن. بصراحه اول ما قالت الكلمه دي يعني في لمبه كده غريبه نورت عندي. هو ليه 100% قطن؟ يعني هو الجينز دلوقتي الليكرا هو يعتبر الموضه، واغلب الشاركس علقوا على الموضوع دوت، احنا محتاجين حاجه يكون فيها على الاقل سنه فلكسبيليتي. ولكن هي دفعت عن الفكره بتاعتها وقالت ان انا بعمل للمقاسات الكبيره والحاجات اللي بيبقى فيها ليكرا بتبين ان البنت تخينه، وبتخلي الجينز يبقى ضاغط عليها او واخد شكل الجسم بالظبط، فهم ما بيحبوش كده. وبالتالي اغلب الحاجات اللي بتتباع عندها الستريت كات وما تكونش فيها لكرة خالص. فهي عندها وجهة نظر، ولكن انا مش متفق معاها قوي في الحتة دي. ولكن في الاخر هي عملت بروف اوف كونسبت، لانها قدرت تعمل مبيعات 5 مليون جنيه في سنة وهي لسه بادية مع قلة خبرتها. قلنا قبل كده انك لازم تخلي بالك من ارقامك وتبقى كلها متوافقة مع بعض، ولو انت مش فاكر اي رقم قول انك مش فاكره. اتسألت على سعر القطعة فقالت 980، وده غالبا رقم صح لانها عارفة هي بتبيع بكام. لكن في النص اتسألت طب بتبيعي تقريبا كام قطعة في الشهر؟ فقالت من 1000 ل 2000. احمد طارق على طول خد ال1000 وضربها في 980 اللي هي تقريبا 1000 برضه، يبقى مليون جنيه في الشهر. طب مليون جنيه وانت بقالك 12 شهر، يبقى المفروض كنت تعملي 12 مليون جنيه، او مبيعاتك في اخر شهر على الاقل تبقى مليون جنيه. لكن هي مبيعاتها بتتكلم في ال 480 اخر شهر، فرقم 1000 ل 2000 قطعة الرقم ده مش مظبوط، وزنها شوية مع أحمد طارق. برضو الحاجات اللي بان فيها قلة خبرتها في البيزنس وفي الماركتينج كمان، إن هي مش عارفة كلمة performance marketing. يعني الكلمة دي مشهورة قوي في الناس اللي بتشتغل على السوشيال ميديا، ولكن هي مش عارفاها. ولما أحمد طارق سألها عليها أنا حسيت إنها بترد رد غلط، أو مش فاهمة قوي هو بيقول إيه. ودي معناها للناس اللي مش عارفة، يعني الميديا باينج او الفلوس اللي بتدفع على منصات التواصل الاجتماعي عشان نعمل عليها دعايه، فهو ده القيمه اللي بنسميها البرفورمانس ماركتنج. كمان قالت لا احنا بنعمل ناتشورال ماركتنج كده. الكلمه برضو دي ليها مصطلح اسمه الاورجانيك ريتش، ده مصطلح معروف للناس اللي بتشتغل على السوشيال ميديا. فهي برضو كان في شويه مصطلحات هي مش عارفاها، واعتقد ده نتيجه قله الخبره. بس لما اتسالت على الفلوس هتعمل بيها ايه، قالت ان هي عايزه تاخد محل في مول عشان تبدا تعرض البنطلونات بتاعتها، بحيث اللي بيجي يشتري يجرب، مش مجرد حاجه اونلاين، لان الناس فاهم في اللبس محتاج تجرب. ولكن عبد الله سلام قال لها كومنت هايل جدا انا شخصيا عايش فيه في البيزنس بتاعي. هي دلوقتي قررت تتخصص في حته واحده، وبنطلونات جينز بس، وحريمي بس، ومقاس كبير بس. التخصص الزياده دوت او بالشكل ده، انت هتفتح محل هتحط فيه ايه؟ يعني ايه المنتج اللي انت هتحطه؟ هتحط بنطلونات جينز بس؟ ده محل مش هيبيع. المحل بيحتاج فرايتي ضخمه. انا عايز اروح محل اشتري منه البلوزه واشتري منه البنطلون والجزمه الست عايز تعمل كده، واي حد عايزين وان ستوب شوب. البرودكت بتاعتنا مثلا انا ما اقدرش انزل البرودكت بتاعي واعمل لي بيت شوب لوحدي، يعني ده ما بيحصلش، لان عاده البيت شوب بيبقى فيه شركات كتيره وفرايتي ضخمه واكسسوار واكل ولعب وبيت، ويعني ما ينفعش تنزل براند واحد عنده حتى 10 اس كيو ولا 20 اس كيو وتقول لي هفتح بيهم محل. يعني هتفتح محل ب 20 اس كيو وجنبك محل عنده
700 ال كيو، ما يعني الموضوع مش هيمشي طبعا. 3 من الشاركس قالوا اوت لان هم شايفين طبعا ان هي ما عندهاش الخبره الكفايه لاداره البروجكت، ولكن ايمن عباس قرر ان هو يديها اوفر الفلوس اللي هي عايزاها ولكن مقابل 40% من الشركه. محمد منصور كان هيديها نفس الاوفر، ولما سمع ايمن عباس علق وقال له مفيش مشكله ممكن ندخل مع بعض في الاوفر ده. خرجت وتفكر مع نفسها ورجعت تاني. اعتقد ان هي ما كانش عندها يعني بصراحه لوجيك في التفكير قوي، هي بس حبت زي ما بتسمع طب الرقم ده ما ينزلش عند كي بي ايز معينه، بتحاول تعمل يعني كاونتر اوفر زي ما هي كانت بتشوف في شارك تانك قبل كده، وما كانش منطقي خالص لان هي عايزه تعمل ارقام اكبر. فمن مصلحتي في الحاله دي ان انا اخلي المستثمر يسعى معايا لارقام اكبر ويكسب معايا، مش هقول له لما اجيب ارقام اكبر انت نسبتك هتقل، وبالتالي هو مش هيساعدني او مش هيسعى ان هو يزق اصلا في الجزئيه دي. بالعكس خلينا ماشيين تاتا تاتا على البلان اللي احنا حاطينها عشان ما اخسرش من الايكويتي بتاعتي. في النهايه لما ركزت وعرفت ان هيدخل معاها 2 شاركس مش واحد، يعني ايمن عباس ومحمد منصور، فقالت لا خلاص موافقه والديل تم على كده. وده كان ملخص الفقره بتاعت يوفوريا في الحلقه ال10 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه.